كارديو ولا مقاومة؟ ده سؤال محير ناس كتير في عالم الفتنس. تعالوا نفك اللغز ده مع بعض ونشوف إيه الأنسب لصحتنا ولياقتنا. نبدأ بالكارديو. ببساطة هو أي تمرين بيخلي ضربات القلب تزيد وتفضل سريعة شوية. طيب، إيه فايدته؟ أهم حاجة إنه بيقوي القلب وبيحرق سعرات حرارية أكتر. طيب والنوع التاني تمارين المقاومة، دي اللي العضلات فيها بتقاوم قوة زي الأوزان مثلا. ودي بقى قوتها في إنها بتبني عضلات بتزود القوة وكمان بتعلي الحرق على المدى الطويل. في نقطة مهمة قوي، شدة التمرين بتفرق في الجسم بيحرق إيه. العالي بيحرق جلوكوز والواطي دهون. طيب، بعد كل ده مين فيهم يكسب؟ نركز على أنهي واحد؟ والإجابة مش ده أو ده. الفوز الحقيقي أو يعني الفايدة كلها في إننا نجمع بينهم. الاتنين بيشتغلوا سوا عشان يحسنوا الصحة ويظبطوا شكل الجسم، بيكملوا بعض. تمام، يبقى السؤال دلوقتي، محتاجين نتمرن قد إيه في الأسبوع؟ المنظمات الصحية بتقول الهدف يكون بين 150 و 450 دقيقة في الأسبوع. طب نوصل للرقم ده إزاي؟ ممكن نقسمهم على 5 أيام، كل مرة حوالي 30 دقيقة. طبعا الحماس في البداية حلو، بس الأهم هو الاستمرارية، هي دي اللي بتجيب نتيجة. مهم نتحدى نفسنا، بس الأهم من غير ما نضرها، لازم نبدأ بالتدريج. يبقى السؤال اللي نسيبه للكل يفكر فيه، إيه شكل الروتين المتوازن اللي يناسب كل واحد فينا؟